بكم في برنامج الكاس مع محمد الشهري. أسعد الله مساكم جميعا ويعطيكم ألف عافية يا رب العالمين. ما شاء الله، يعطيكم ألف عافية يا رب العالمين. شكرا جزيلا. يعطيكم ألف عافية يا رب العالمين. شكرا جزيلا وما قصرتوا، بيض الله وجيهكم وشرفتونا. يا هلا وسهلا فيكم. اليوم اتحادية ولا نصراوية؟ بالتوفيق يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بالحضور معنا في الاستديو، استديو الكاس. 13 أسبوعا مروا حيث شهدت الأمسيات وتلاقي الثقافة والرياضة، وما نحن اليوم فيه خصوصا في الحلقة النهائية حيث سيرتفع فيها كاس الأمير سلطان بن فهد الثقافي، معلنا بطل الرياضة والثقافة بعد تصفيات ترفع الرأس بالمستوى المعرفي للأندية السعودية، والذي أكده برنامج الكاس من خلال إنتاج اعتبره البعض حلم وأمنيات، فأصبح مع مساء كل ثلاثاء حقيقة من خلال إصرار وتعاون الجهات العامة عليه، وكذلك القائمة، ومن خلال رعاية سمو الأمير سلطان بن فهد وسمو نائبه الأمير نواف بن فيصل، والتوجيه الحثيث للقائمين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجعل هذا الإنتاج مساحة ثقافية رياضية للشباب والأندية السعودية. في حلقة الأسبوع الماضي انتهى دوري الأربعة بعد مواجهات لا تنسى بين الهلال والنصر، قدم فيها المشاركون واللاعبون والفنانون كل ما لديهم للخروج من هذا اللقاء ببطاقة التأهل للنهائي. توافد المشاركون واللاعبون والفنانون مبكرا إلى الاستديو، وكذلك جمهور الفريقين والذين احتشدوا بالمئات رغم برودة الطقس، وذلك استعدادا لديربي الرياض في مواجهة حاسمة بين الهلال والنصر. يلي تحكي بالصدارة اصحى قدامك زعيم، خصمنا ويله بنهد حيله. لم يستطع أعضاء الفريقين إخفاء التوتر والقلق خلال لقاء مصيري سينقل الفائز للدور النهائي رغم كل ما بذله الجمهور والفنانين عبد الله رشاد وابراهيم حكمي من محاولات لطمأنة الفريقين. وانت عارف يا الهلال ان عالمنا غريب والهوى باسمه ونصيب. أظهر فريق النصر منذ بداية اللقاء استعداده الجيد ثقافيا ومعرفيا مكنه من تقديم إجابات صحيحة وسريعة على أسئلة لا يمكننا وصفها بالسهلة، وبذل الهلال كل ما بوسعه للحصول على مزيد من النقاط من خلال التركيز وتنظيم الأفكار والاستفادة من كامل الوقت المعطى لهم للحاق بالنصر. لكن الجولتين الأولى والثانية انتهت بفارق 4 نقاط، فيما انتهت الجولتين الثالثة والرابعة بفارق 6 نقاط لمصلحة النصر. وهنا رمى جميع المشاركين الكرة في ملعب الكلثم والزيلعي وعلقت الآمال على لوحة الركلات، لكن الكلثم لم يحرز لفريقه سوى 4 نقاط في حين استطاع الزيلعي إحراز 7 نقاط. وبهذه النتيجة يكون فريق الشباب ضمن المركز الثالث ب40 نقطة، يليه الهلال في المركز الرابع ب32 نقطة، وبذلك يلتقي الاتحاد والنصر على كأس الأمير سلطان بن فهد الثقافي في ختام البطولة.
نذكركم مشاهدينا الكرام بجوائز الأندية المشاركة معنا في النهائيات، فهي على التوالي 50,000 ريال لصاحب المركز الرابع وحصل عليها نادي الهلال، و100,000 ريال لصاحب المركز الثالث وحصل عليها نادي الشباب، و200,000 ريال لصاحب المركز الثاني. أما صاحب المركز الأول وهو الفائز في حلقة هذه الليلة فسيحمل كاس الأمير سلطان بن فهد الثقافي بالإضافة إلى مبلغ 500,000 ريال. وبهذا وصلنا وإياكم للنهائي والكاس جاهز. ومن يا ترى سيحصل على الكاس الليلة؟ الاتحاد أم النصر؟ إذن آن الأوان يا جماهير استاد الكاس ويا جماهير العميد أن نرحب بنادي الاتحاد. شوك البرشومي حبة حبة ونمنا سوا يم 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 هم 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 هذا للكاو أكل البرشومي حبة حبة ونمنا سوا شوك البرشومي حبة حبة يم 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 هم 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 هذا للكاوي ويا جماهير فرسان نجد رحبوا معي بنادي النصر. الهمة 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 يا نصر والموعد القمة لعادتك لا تخليها يهمك الفوز وتهمه. الهمة 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 يا نصر والموعد القمة لعادتك لا تخليها يهمك الفوز وتهمه. الهمة مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم عرسنا عرس، والكاس اليوم فرحته لا توصف بين عمالقة الأندية السعودية نادي الاتحاد ونادي النصر. ومجددا أرحب بالكابتن المشع دائما والرائع محمد نور. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير يا محمد. هلا حياك حالك؟ ايش اخبارك؟ يا اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. ما يحتاج ان شاء الله. مرحبا هلا فيك محمد. طبعا يعني لنا الشرف انه حضرت اليوم، وفي نفس الوقت اكيد عندك كلمه تبغى تقولها. فيها اهلا وسهلا فيك، تفضل. والله اول شيء احب صراحه ارحب بالجمهور الحاضر، جمهور الاتحاد وجمهور النصر، يعني صراحه كلهم صراحه حاضرين من بدري ومسوين جو صراحه، يعني واحد يبغى يلعب ولا يبغى يتسابق ولا يسوي اي شيء. يعطيكم العافيه. يا اهلا وسهلا فيك، يا مرحبا. تفضل، في عندك كلمه تقول شيء؟ تفضل. الحمد لله، هذه المرة الرابعة اللي نلتقي فيها بك وبالجمهور الاتحادي القوي. صالح محمد العتيبي، معلم لغة عربية بثانوية قرطبة ورائد أنشطة طلابية والكاس اتحادي بإذن الله. يا هلا وسهلا فيك، يا مرحبا. تعرف عليك مرة ثانية. تفضل تفضل. سعود محمد السلمي، منسق علاقات عامة محطات تحلية المياه المالحة بجدة. يا هلا وسهلا فيك. تفضل. عبد العزيز احمد بالبيد، معلم لغه عربيه في ابتدائيه قاعده الملك عبد الله الجويه بجده، الاتحاد. يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا. وايضا نرحب بالكابتن خالد الزيلعي مره ثانيه. يا هلا وسهلا فيك، يا مرحبا. كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله البطوله هذه الرياضيه الثقافيه تكون من نصيب نادي النصر، وتكون يعني ان شاء الله افتتاحيه للموسم هذا. وثانيا احب اشكر اداره نادي النصر ممثله في رئيس النادي الامير فيصل بن تركي بن ناصر. تعرف
نتعرف عليك. بدر فهد الوايلي، بكالوريوس علوم طبية، مستشفى الحرس الوطني بالرياض. يا مرحبا. فهد بن عبد العزيز الحقباني، معلم تربية بدنية، طالب دراسات عليا جامعة الملك سعود. ما شاء الله، يا اهلا وسهلا فيك. منصور بندر المطيري، موظف في قسم الدعم الفني بشركة اتحاد عذيب للاتصالات. يا مرحبا، اهلا وسهلا. ويكتمل عداد الفريقين بضيفين حضورهم على الشاشة أعطاها نكهة خاصة. يحلو السهر معهم وتحلو الدراما أيضا بتألقهم. رحبوا معي أولا بصوت واعد جمع الأصالة مع روح الشباب، شاهين الأغنية السعودية راكان. ويلي ويلي يا عيونا، تذبحني يا عيونا، قلب عمري يا عالم، ويلي ويلي يا عيونا، تذبحني يا عيونا، قلب عمري يا عالم، هزاني يفدونا، ولد يا هلا وسهلا يا ركان، يا مرحبا فيك. اهلا وسهلا. وكذلك رحبوا معي بفنان دخل بيوتنا وقلوبنا وزرع الفرح على وجوهنا، حبوه الأطفال والكبار، الفنان الكبير فهد الحيان. يا اهلا وسهلا، حياك الله. رايح من هنا والله ما انا عارف. مستعجل ها؟ يا اهلا وسهلا يا ركان، ويا مرحبا فيك. وكلمتك بهالمناسبة. بصراحة أنا سعيد بأول مشاركة لي في برنامج الكاس، وسعيد بهالبرنامج الناجح. وبصراحة اليوم حاب أهني، قبل كل شيء أهني فريق النصر وفريق الاتحاد على الفوز، كلنا واحد والله يفرقنا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك يا حبيبي. أيضا أنا أقدم تحياتي للحضور كلهم، جميع الأندية، وخص فيها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ ها؟ نبدأ يمين ولا يسار عشان جميع النصر والاتحاد. يا اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا عندنا كرتين، الكرتين هذه ما نعرف ايش اللي فيها، حنعطي ونقول بسم الله، كل واحد يطلع كرته. طبعا كاميرتك يا فهد هذه هي، هنا 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 هنا. لحظة 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 لحظة، كاميرتك هذه هي، وانت يا ركان هذه كاميرتك. يا هلا وسهلا فيك، يا مرحبا. وكالعادة مشاهدينا الكرام، اختصارا للوقت ولسرعة وما عندنا وقت، نبتدي الأسئلة مع أول المتأهلين للنهائي من الفريقين، وهو فريق نادي الاتحاد. 4 أسئلة لكل فريق، الإجابة الصحيحة بنقطتين، مدة الإجابة 10 ثواني، لا يحتسب من بعدها الجواب حتى لو كان صحيح. ونقول بسم الله ونبدأ مع الاتحاديين. وهات سؤال الاتحاد. من القائل العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم؟ هل هو الإمام الشافعي أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز أم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ وهات الوقت للاتحاديين. كيف اتحادية؟ عندكم أي خيارات؟ رقم 3. رقم 3؟ جاوب رقم 3. نشوف. عمر بن عبد العزيز. للاتحاديين، وهو الخليفة عمر بن الخطاب. وبداية موفقة، غير موفقة لكن إن شاء الله يعوضونها. ونروح للنصر، وسؤال النصر يقول: